أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. شاهد تصريحات مثيرة للفنان ماجد الكدواني. الفنان ماجد الكدواني يلفت الأنظار بتصريحاته. استضاف الإعلامي دكتور عمرو الليثي الفنان ماجد الكدواني والفنانة يسرى اللوزي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، والذي عرض في ثاني أيام عيد الفطر عبر شاشة قناة الحياة. وتناولت الحلقة كواليس وأسرار مسلسل كان يا مكان، والذي حقق تفاعلا واسعا خلال شهر رمضان. وخلال اللقاء أشار ماجد الكدواني أن المسلسل يتناول قضايا اجتماعية حساسة تلامس الواقع، مع التركيز على العلاقات الزوجية بعد الانفصال وكيفية الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الزوجين من أجل مصلحة الأبناء. وأوضح أن أكثر ما جذب المشاركة في العمل هو صدق الفكرة ورسالتها الإنسانية العميقة. وقال الكدواني أنه من غير المقبول أن يمنع الأب من رؤية ابنته، ولا ينبغي أن تسمح الأم لأي جهات خارجية بالتدخل في شؤون حياتها الأسرية. وأكد أن الهدف الأساسي من المسلسل هو نشر الوعي بأهمية استقرار الأسرة والتقليل من المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق. كما أشاد بالتعاون مع الفنانة يسرى اللوزي، واصفا إياها بأنها فنانة موهوبة ومحترفة، وأعرب عن إعجابه بالمشاهدة التي جمعتهما نظرا لما حملته من مشاعر صدق وإحساس من جهتها. وعبرت يسرى اللوزي عن سعادتها بالعمل مع الكدواني، مؤكدة أن التجربة كانت مريحة ومثمرة بفضل التزامه واحترافيته. وتطرق الحوار أيضا إلى الحديث عن مشهد الطلاق المميز في المسلسل، الذي وصفه الكدواني بأنه مختلف وفريد، وكشف على أن إضافة جملة بحبك كانت اقتراحه بالتنسيق مع الكاتبة شيرين دياب والمخرج. أما عن النهاية المفتوحة العمل، فقد أقر الفنان ماجد الكدواني بأنه عادة ما يفضل النهايات الواضحة، ولكنه اقتنع بهذه النهاية بعد نقاشات مكثفة، مشددا على أن المغزى الأهم هو ضرورة استمرار العلاقة القائمة على الاحترام بين الوالدين لصالح الأبناء. وفيما يتعلق بفكرة إنتاج جزء ثاني، أوضح أنها لم تكن ضمن المخططات الحالية، ولكنها قد تناقش في المستقبل إذا توفرت الشروط المناسبة. واختتم اللقاء بتأكيد الكدواني على رسالة المسلسل الرئيسية، وقال: الأهم بالنسبة لي هو سلام البيت قبل القوانين، مشددا على أهمية تغليب القيم الأسرية والإنسانية على أي خلافات قانونية. وفي ختام الحلقة أثنى عمرو الليثي على مسيرة ماجد الكدواني الفنية، وكرمه بوصفه أحد أبرز النجوم الذين يحظون بتقدير واحترام داخل الوسط الفني وخارجه. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.